السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين كلشي في امان الله. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وما ناقصكم حتى شي خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو نهار جديد وفيديو جديد. غادي نشارك معكم مربى او الكوفيتير ديال الفريز. بالحق هذا انتم كتشوفوا اللون كيفاش داير ديالو، هذا هو اللي كيبقى معنا مده طويله وبلا ثلاجه بلا حتى شي حاجه. كيبقى معنا لمده عام وزياده عاد، يعني كتمشي حتى العام ونص ما كيوقع له والو. دابا هذا العام تبارك الله الفرز موجود ورخيص. الانسان يستغل الحاجه منين تكون رخيصه ومنين يكون الوقت ديالها. انا خديت واحد الكميه كثيره ايوا وغادي ندير بها الكوفيتير. وكنعتذر منكم على الفيديو اللي سبق، راه التليفون كيتعكس ليا وانايا الفيديو مشيت نحطو ما عرفتش كاع ما كونطروليتوش واش فيه الصوت واش شي حاجه. انا غير بقوه الزربه صافي قلت غير غادي نجرب نشوف واش غيدوز ولا لا، ساعات حط بلا صوت. المهم هنايا غادي ندوز نحط معكم الفريز، ندير معكم الفريز. هنا نقيته وغسلته ودرت له شويه ديال الخل داك بيكربونات الصوديوم، يعني راكم عارفين الفريز باش كيتحيدوا منه داكشي اللي تيكون فيه. صافي هنا غادي ندوز باش غادي نعبرو. غادي نشوف شحال عندي ديال الكميه. انا غادي ندير واحد الكميه تبارك الله كثيره. نتوما كل كيلو كديروا فيه مثلا واحد 600 غرام ديال السكر. الا كان الفريز شويه حلو 600 غرام ديال السكر. الا كان الفريز شويه ناقص حلاوه كديروا من 700 غرام حتى 750 غرام. علاش؟ داك السكر راه هو اللي كيخلي لنا المربى ديالنا تبقى مده طويله، ما كتخسر ما كتحمض ما كتدير القشره البيضاء من الفوق. هذه الطريقه الصحيحه بدون مواد حافظه. وفايته دايره معكم بالتفاح، فايته دايره معكم بالحامض، فايته دايره معكم بالبرتقال. كيبقى معايا قرعه قسما بالله، الا واحد القرعه من المربى ديال البرتقال راها مازال عندي. هذه دابا فايته عام فايته شي عام وشهرين ولا عام و3 شهور. المهم صافي انا كندوز انا كعبرت الكميه اللي عندي. نتوما انا قلت لكم كل كيلو كديروا فيه واحد 600 حتى 750 غرام على حسب. انا هذا الفريز صدق ليا زوين الصراحه، الله ما حامضش. انا وريتكم النوعيه ديالو كيفاش داير، كيكون طايب مزيان، يكون طايب يعني ما يكونش ديك الفريز اللي كتكون فيه الخضوره ولا اللون ديالو شويه فاتح، باش كيبقى معنا مده طويله وما كيجيناش حتى في الحموضه ما كيجيناش حامض. المهم نتوما انا درت هذه الكميه هذه. صافي غادي نزيد عليها السكر وغادي نخليها واحد راني هنايا كنوجد الغدا وغادي نخلي داك السكر تيطلق شي شويه، يعني غير يبدا داك السكر كيذوب غادي ندوز باش نردو يطيب. المهم خليكم معايا تبعوا الفيديو. كنقول لكم عافاكم اللي دخلتوا شافت الفيديو ما تنسانيش من لايك وبارطاج وكومونتير وتفعيل الجرس باش القناه ديالي كتطلع وكتشاف عند ناس اخرين. ما غنقول لكمش باش يوصلكم الجديد، حيت الجديد راني كل مره فوقاش كنحط الفيديو. المهم نتوما تشوفوا الفيديو فضلا وليس امرا، حطوا لي ديك اللايك ديالكم وديك الكومونتيرات ديالكم باش القناه ديالي تشاف عند ناس اخرين. صافي هنايا كنبقى نحرك ديك الكوفيتير داك السكر حتى كيذوب، غير كينزل شي شويه ما كيبقاش هكاك محبب. صافي وغادي ندوز. هنايا هانتوما شوفوا تبارك الله الكميه اللي درت. وهنايا هذا غادي ندوز نحطو في بلاستيكات باش نديرو في الكونجيلاتور. العصير راكم عارفين العصير اللي كيصلح لبزاف ديال الحاجات. ان شاء الله اي حاجه درتها به غادي نشاركها معكم. ودابا الوقت ديال الفريز نستغلوا الوقيته ديالو. اسمحوا لي اخوتي ضاربني شويه البرد. دابا الجو هذا الجو ديال الربيع انا الصراحه زوين الجو ديال الربيع كيعجبني وزوين، ولكن الحساسيه كتقتلني. هانتوما شوفوا تبارك الله الكميه. صافي وهنا غادي ندوز. ومن الاحسن طيبوا في شي حاجه تكون ثقيله، شي طنجره ثقيله ولا ما عندكمش طنجره ثقيله طيبوا في الكوكوط. هانتوما هاني دزت خليته تطلق حتى داب ديك السكر مزيان. كل مره كندوز نحركو كنبرك عليه حتى طلق ديك العصاره ديالو. وغادي ندوز دابا باش غادي نديرو في الطنجره باش يطيب. وهاد الكوكوط او شي طنجره مثلا ثقيله، داك
الكوفيتير ديالنا كيطيب على المهل، فهمتوني؟ كيطيب على المهل وكيجي حتى في سميتو ديالو كيجي زوين، حتى ما كيجيش مخطوف. صافي هنا غادي نرجعو فوق البوطه معاكم. صافي هكا غادي نبقى نستمر، غادي نغطيه وغادي نخليه غير بيد ما يطلع فيه ديك الغليه وديك الكشكوشه ضروري تحيدوها. شوفوا تبارك الله ديك الكشكوشه اللي فيه ضروري نحيدوها. هانتوما هادي من الحوايج اللي كتضيع لنا المربى ديالنا. اي مربى كانت، سواء تفاح سواء ليمون سواء الحامض، اي مربى، هاد الكشكوشه ضروري خصها تحيد. الا بقات هادي راه الكوفيتير ديالكم ما غيدوش معكم حتى شهرين وغادي يضيع. وبالاخص اللي كيديروا كميه كبيره بحال دابا انا راني كندير الكميه ديال العام. انا الكوفيتير ما كنشريهش كاع من الحانوت بصفه نهائيا. كنشري ديال الحلوه ديك الجاري هو اللي كناخذو، ديال المشماش بحال دابا ملي كنبغي ندير الكاطو. اما هذا ديال الماكله ما كنديروش كاع، ما كنشريهش. هانتوما شوف، هادي ضروري يدكم ويد المغرفه باش تحيدوا ديك الشوائب وتحيدوا ديك الكشكوشه. ما تقولوش يا ودي راه فريز ولا ديك راه الكشكوشه، هذيك راه الا بقات كتضيع الكوفيتير. صافي هانتوما محدو هو كيتغالى. وانا هنا راني عندي كميه كثيره، راه جايه ل 3 كيلو. راني معصره 3 ديال الحامضات، كل كيلو عصروا فيه حامضه. هذاك الحامض هو اللي كيركز لنا ديك المربى. كل كيلو كنعصروا فيه واحد الحامضه. صافي هانتوما هنايا من بعد الكوفيتير ديالي موجود. شوفوا تبارك الله كيفاش جا داير، راني ما طاحناه ما والو. انا كيعجبني يبقى فيه دوك الطريفات ديال الفريز. هانتوما جا حسن من ديال الحانوت على 1000 درجه. انا كيعجبني يبقى فيه دوك الطريفات ويجي عاقد هكايا. اللي بغات تطحنو كطحنو، ولكن هو من الاحسن يبقى هكايا. هكا كيجي المنظر ديالو زوين وكيجي حسن. قلت لكم حسن حتى من ديال الحانوت. شوفوا الشكل ديالو تبارك الله كيفاش جا. شوفوا اللون، حيت انا الكوفي داك الفريز راكم شفتوا اللون اللي كان عندي طايب، يعني شويه هذا. هذه الطريقه ديال الفريز الصحيحه ديال الطياب ديالو. وصدقوني يبقى معكم بالنسبه للناس اللي كيديروا اللي بغات دير كميه كثيره، يبقى معكم حتى عام. ما تخافوش منه. القرعه اللي كتحل كتبداوها حتى تكملوها، عاد تحلوا القرعه الزوجه باش ما كيوقع له والو. صافي هانتوما شوفوا تبارك الله الختوريه كيفاش جا خاتر وعاقد. هانتوما علاش الحاجه منين تكون رخيصه ما نحاولوا كنقتصدوا على المعيشه اليوميه ديالنا، وفي نفس الوقت كنديروا شي حاجه بيدينا وشي حاجه اللي عارفين اش كنديروا فيها. وفي نفس الوقت كطيح علينا اقتصادي على 1000 درجه. باش غتشري مثلا واحد القرعه ولا جوج من الحانوت في الشهر، كتصدقي انت مصوبه يعني هذيك هي باش ثمن جوج قرعي اللي كتشري من الحانوت هي اللي كتصوب لك مثلا واحد الكميه ديال باش تضربي 6 شهور ولا 7 شهور بالنسبه للناس اللي عندها الوليدات. اما اللي ما عندهاش الوليدات راه كدواز لك. والقرعي من طبيعه الحال كيتغسلوا كيتعقموا بالخل والماء طايب. كطيبوهم في الماء وتعقموهم تخليهم حتى كينشفوا على خاطرهم. صافي وعاد كطيبوا فيهم. حيت انا الغسيل ديال القراعي او التطيب ديال القراعي راني فايته مشاركه معكم في واحد الفيديو كنت دايره فيه الكوفيتير ديال الحامض والكوفيتير ديال راني فايته مشاركه معكم. صافي هكايا كنبقى مستمره حتى كنسالي. شوفوا تبارك الله اللون ديال الفريز كيفاش داير. شوف هانتوما انا كنوريكم اللون ديالو كيفاش داير. هكا خصو يكون هكا في هذا اللون هذا باش كيعطيكم هذه النتيجه هذه وكيصبر معكم مده طويله. صافي اخوتي كان هذا هو الفيديو ديالي. شوفوا تبارك الله كيفاش جاي. هانتوما شوفوا ما شاء الله جاي عاقد. والمذاق ديالو اقسم بالله تتحلفوا عليه مشري من الحانوت، ولكن هو بدون مواد حافظه وبطريقه ديال الطياب ديالو صحيحه. يعني البوطه ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه، تكون متوسطه ومحيدين له داك الكشكوشه ديالو. وهذه هي النتيجه الاخرى اللي كنتحصل عليها. شوفوا تبارك الله. شوفوا الكوفيتير راني كنوريكم اللون هذه اللي من هنا. الا كان في هذا اللون كامل، الا كان الفريز كامل في ديك اللون راه غادي يجيكم فاتح ويجيكم بحال فيه شويه الحموضه. هذه هي الطريقه. شوفوا العقوديه ديالو كيفاش جاي. هانتوما يعني كنهز لكم بالمعلقه باش تشوفوا الطريقه كيفاش النتيجه اللي تحصلت عليها. هذه هي الطريقه الصحيحه ديال الكوفيتير. كنتمنى من الله يعجبكم وينال الرضا ديالكم. واستغلوا الفرصه منين تكون شي فرصه زوينه استغلوها
وهنا غادي نقول لكم الفيديو ديالي غادي يسالي هنايا. غنقول لكم بالسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج والتعاليق الزوينه ديالكم. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.